يا إخواننا لابد نفيق، نحن في خطر. إن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعترافه على وجوده بقود، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين هذا هو اللي باقي، اللي عنده الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عندها الحق في تقرير مصيرها، هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عنده الحق في تقرير مصيره. ولن يتوانوا في تدميركم إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة، لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تبع ملتهم، مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا نقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء يمنع فقط المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل إمكانيات الخندق الفلسطيني، لأن الخندق الفلسطيني هو الخط الأمامي للدفاع عن الأمة العربية. إذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الإسرائيلية إلى البلاد العربية من محيط الخليج، يريدون إقامة إمبراطورية إسرائيلية فوق الأرض العربية. ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام، يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر اللي مشتت في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم، هذا تحدي. أمة تتحدى فيكم، يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها. لو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي، لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والكفاح مستمر.